السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نقول أي حاجة نصلي على النبي، ولو أنت مش متابع القناة تابعني وما تنساش تدوس اللايك دعما لأخوكو محمد مجدي. المركب بتغرق، وأول حاجة للنجاة إنك تنط من المركب. أنت شايفها بتغرق فخلاص نط. الكلام رايح على إدارة ومجلس أو مجلس إدارة نادي الزمالك. طلعوا علينا النهارده وقال لك احنا استقالة جماعية. خد بقى جمال عبد الحميد على أحمد مرتضى على زيد على عبيد هوب. وإن كانت القنبلة الموقوتة لسه ما اتضربتش، أحمد السيد زيزو بمزاجهم غصب عنهم هيمشي. ليه فلوس مش عارف ياخدها، جايين له فلوس وعايزها قد اللي انت بتديهوله اضعاف اضعاف، وانت ما بتدينيش. انا جعان وانت معاك اكل ومش عايز تاكلني، هحن على اللي بره. رايح له بس في قنبله جماهير هتضرب. احمد السيد زيزو هيمشي، فتوح مش هيجدد، نادي الزمالك عملوه مخزن مفيش لعيبه. ويطلع علينا النهارده البطل الشجاع احمد رمضان هتلر، قال لك طياره خاصه ايه؟ انتوا مودين البطوله مش دافعين حق التاشيرات. ده مفيش اتوبيس يودينا، مفيش اتوبيس ينقلنا. جماهير نادي الزمالك العظيمه لمت من بعضها وطلعوا الفريق عشان يلعب. والراجل قالها لك صريحه، قال لك انا ما بخافش من اداره النادي، وانا كده كده مش هكمل، هخلص البطوله ومش هكمل. بس حنفي، وانا بقول لكم وعلى مسؤوليتي، بكره او بعده هتلاقي حنفي مرجع ابنه ومرجع عياله. هما بيسترسبوا واحد ورا واحد عشان المركب بتغرق. ودي كانت الاستقالة الجماعية لنادي الزمالك. اما الفريق هيلعب بمين؟ طب يا جدعان احنا داخلين على موسم، ولا في معسكر ولا في استعدادات ولا في اي حاجة. طب الاهلي هينافس مين؟ بيراميدز؟ يلا. واللي طالع في المقدر الجديد زد، اللي عمال يكوش على اللعيبة من هنا ومن هنا. الحاجة التانية بقى شعار النادي الأهلي الجديد. أهلاوي. النهاردة النادي الأهلي بيعلن عن شعاره الجديد وقميصه الجديد. في ناس مش عاجبها وفي ناس عاجبها، بس احنا كده كده اللون واحد والدم واحد. ولو انت مش عاجبك الشعار قول لي مش عاجبك الشعار ليه في الكومنتات، ولو عاجبك قول لي ميزة حلوة تقول لي انت موافق عليه ليه. 4 نجوم ونجم تحت ومحمود الخطيب في القلب. حكاية أحمد القندوسي اللي مش عارفين هتخلص على ايه. والله يا جماعة القندوسي ده لعيب، ولعيب جامد قوي، والإدارة بقت بين نارين، تمشي القندوسي ولا تجيب المهاجم اللي عايزه كولر. احنا ذات نفسنا مش عارفين. والقندوسي لاعب جامد جدا جدا، الراجل عايز ياخد فرصته، مش عايز يمشي من الأهلي. عنده عروض خارجية وداخلية. زد عايزه، كليوباترا عايزاه، فيوتشر دخل في الصفقة، مع ان فيوتشر يعني ايه في تخبط كده مع إدارة النادي الأهلي بسبب محمد رضا بوبو اللي هو راح وبقول لك الطموح. هنشوف الأيام الجاية هترسى على ايه. وإن كان أنا أتمنى واحد من الجمهور إن القندوسي يقعد وياخد فرصة، لأن هو لعيب جامد. اللي عايز يتابع القندوسي كان تابعه وهو في الجزائر، لعيب جامد قوي. وهنشوف الايام الجايه جايه على ايه، والله المستعان. واذا عجبك الفيديو ما تنساش دعم اخوك محمد مجدي باللايك، واكتبوا لي في الكومنتات شعار النادي الاهلي الجديد عجبكم ولا لا.
التاني حاجة إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك هيعمل زي كل مرة حنفي ويرجع ولا لأ؟ وأشوفكم غدا في لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.